صباح الخير ونقول أهلا بيوم جديد. الجو بدأ يحلو والدنيا كده مرطبة وحلوة وريحة المدارس في كل الشوارع. النهاردة روتين يوم هادي ورايق كده تروقوا بيه على نفسكوا. أول حاجة عملتها إن أنا هويت البيت كله، بعدين فطرت حاجة خفيفة وحسيت إن الجو الرطوبة دي كده عايزة كيكة كده والشقة تبقى ريحتها مخبوزات، فعملت كيكة كده على السريع. وبعدين بقى كان عندي الساعة اللي كنت قلتلك قبل كده ان هي كانت ساعة ناحيتين واتكسرت، حطيت جزء في مكانه والجزء التاني قلت احطه فوق السراحة بتاعتي، لان فوق السراحة الحيطة كلها فاضية، فكنت عايزة احط برواز او حاجة فقلت احط الساعة، وحسيت شكلها حلو قوي. قولولي برضو رأيكم. بصوا بقى، انا قصيت هدومي يعني 3/4 هدومي تقريبا. كان عندي هدوم كتير قوي بلبسها على البنطلون اللي هو الليجن الاسود ده لو تعرفوه، وانا بطلت البس البنطلون ده، بقيت الحمد لله بلبس بناطيل اوسع. فمعظم الهدوم اللي عندي كانت بتليق عليه، لان هو يعني كل الهدوم دي كانت واسعة جدا وطويلة شوية. فقررت ان انا بدل ما كنت هركنها او اديها لحد او اتصرف فيها، فاستغلها وقلت هقصرها واظبط فيها حاجات، ان انا بحيث البسها على بناطيل واسعة او البسها على جيبة برضو استفاد منها، لان كلها قماشتها حلوة قوي، مش هعرف اجيب زيها تاني دلوقتي الصراحة. فظبطتها كده، قصيتها وظبطت حاجات وقلت هنزلها على الخياطة على طول تظبطها لي هي بالمكنة بقى على الجاهز. وبعدين بدأت في اوضتي، مسكتها كده حتة حتة، روقتها وطبقت الطرح وشلت شوية هدوم كانت على الشماعة اللي هي الخارجية، دخلتهم جوه الدواليب، وقلت رواق كده على الصبح اظبط كل حاجة. اكتر طريقة ريحتني بجد في التعامل مع الطرح بتاعتي ان انا طبقتها وحطيتها في ادراج. يعني الاول كنت معلقاها في شماعة الطرح في الدولاب، بجد كانت يعني واخدة مساحة كبيرة قوي من الدولاب ومبهدلالي الدنيا. فالحمد لله نظام التطبيق في الادراج ده انا يعني معتمداها بقالي فترة كبيرة ومريحاني لحد دلوقتي. وعاملة برضو درج كده للأحزمة والبندانات. فالأدراج يعني بحسها عملية أكتر في معظم الحاجات بدل الشماعة، والشماعة دي بعلق عليها البناطيل، ما بتاخدش مساحة وحلوة جدا. وكمان ساعات بطبق فيها تيشرتات اللي بلبسها تحت هدوم الخروج، بطبقها كده بدل ما تبقى متطبقة في رف، بحطها على الشماعات دي برضو ما بتاخدش مساحة خالص. كل فترة كده باحب أشتري شوية حاجات لنفسي أو لتغيير حاجة في الأوضة أو كده، فمش باشتري دايمًا يعني في وقت واحد أو أضغط نفسي، لأ، كل أسبوع مثلًا هتلاقوني جايبة شوية حاجات جديدة. بقى لي فترة الفرش بتاعة الشعر بتاعتي البلاستيك هي أصلًا مضرة على الشعر وبتقطع الشعر جدًا، فقُلت هاجيب فرشة خشب وأجرب كده أشوف إيه الدنيا. مش عارفة يعني لسه مش مرتاحة عليها أوي، بس برضه محتاجة وقت. من النوع اللي باحب أحط روج أو أي حاجة في البيت جدًا، دايمًا باحب كده أحط روج، والlip gloss بتاعتي وكل الروجات اللي هي السايلة خلصت، فقُلت بقى أجيب جديد، فجبت واحد هادي أوي وواحد مطرقع شوية. لو عايزين تجيبوا حاجة local brand والخامة بتاعتها حلوة جدًا، بجد أنا باحب حاجة مايت سينما أوي، سعرهم حلو والquality بتاعتها فعلًا حلوة. علبة المناديل دي بقى أنا عندي واحدة منها، بس الحرف اللي فوق لونه سيلفر مش دهبي، كنت باحبها أوي، والفيونكة بتاعتها اللي زي ديّة ضاعت، فحطيت لها كده وردات كده جنب بعض وحطاها عندي، فقُلت أجيب واحدة كمان. قُلت الدهب دي هاجيبها للصالة هتبقى شكلها حلو، بس قُلت مش هاحط الفيونكة علشان مش عارفة، حسيت الفيونكة مع اللون الدهبي شكلها مش ظريف، فهي لوحدها كده شكلها حلو، فقُلت أحطها برّه وآخد التانية أحطها في غرفتي. النوع ده من علب المناديل رخيصة أصلًا، يعني أول علبة كنت جايباها ب45، دلوقتي دي جبتها ب30 تقريبًا مش فاكرة. فبُص ديّة قُلت هاحطها عندي في الأوضة وأحط الدهبي مكانها تبقى لايقة مع الحاجات الدهبي كده. وبعدين جالي فكرة بقى دلوقتي إن أنا ممكن أجيب بقى واحدة تانية لونها سيلفر وأحط عليها الفيونكة زي ما هي، أحطها في غرفتي وآخد اللي عليها ورد دي أحطها في غرفة بنتي. فمش عارفة هاعمل الفكرة دي والّا لأ. يعني عاجباني إن هي العلبة حلوة وبجد الquality بتاعتها حلوة أوي، وفي نفس الوقت مش غالية يعني وهادية، مش فيهاش زحمة، باحب الحاجات الهادية كده اللي أعرف أستغلها وأتحكم فيها. خلصت بقى الحاجة دي حطيتها مكانها، دخلت على غرفة بنتي بعد ما نظمت غرفتي، طبقت لها هدومها ورجعت كده كل حاجة مكانها وروقت لها الأوضة، علشان لما تيجي كده من الحضانة تبقى تنام في غرفتها وهي فاضية ورايقة كده ومتنظمة ومترتبة. كل فترة باخش أشوف دولابها محتاجة إعادة ترتيبه على طول، الحمد لله إيدي فيه، بس برضو كل فترة باحب أفرز الهدوم تاني وأبص عليها تاني. في حاجة مش متساوية أعدلها، أرتب الشماعات، لو في حاجة عايزة تتغسل ألمع الأوضة وأنظمها، لأن أنا عايزاها على طول دايما شايفة مكان اللي هي قاعدة فيه منظم ومرتب، عشان هي تكبر عينها
واخده على النظام والترتيب، فهي ما شاء الله عليها لما بتشوفني برتب حاجه بتعمل زيي، فعايزاها تتعود دايما ان اوضتها نظيفه وهدومها متعلقه والدنيا رايقه كده. فدايما بحاول احافظ على نظام وترتيب حاجتها، خصوصا هدومها واللعب بتاعتها. طول ما هي شايفاهم متنظمين هتحافظ على الكلام ده. واللعب بتاعتها كمان كل فتره ببص عليها، لو في حاجه مكسوره برميها، لو في لعبه هي مش بتلعب بيها ببتدي اشيلها. حاجه مثلا هي مش يعني كل اللعب اللي مش بتحب تلعب بيها بشيلها فتره واخبيها فتره، ولما بطلعها تاني بتكتشفها من اول وجديد. يعني بجد انا كل فتره بشيل شويه لعب كده، لان هي ما شاء الله عندها لعب كتير وبتزهق منهم كلهم ومش بيبقى عندها فرصه ان هي تلحق تلعب بيهم كلهم، فبخبي منهم حاجه وبعد فتره اطلعهم واشيل حاجه تانية، فهي بتكتشفهم من اول وجديد. فده يعني نظام حلو لو عايزين تعملوه، انتوا مش لازم كل شويه تشتروا لعب جديده، لان فعلا الاطفال بيبقى عندهم لعب كتير قوي مش عارفين يلعبوا فيها، بتبقى مرميه وخلاص. فكل فتره بعمل كده، اعمل فرز وجرد، اطلع الحاجات المكسوره اللي خلاص مش هنستخدمها تاني ارميها، الحاجات اللي هي زهقت منها اشيل منها شويه اخبيها اطلعها بعد فتره، وهكذا. نصيحه بجد، لما بيكون ايديكوا كل يوم في بيتكوا وفي حاجتكوا والله بتلاقوا البيت على طول نضيف. لو كل يوم عملتوا حاجه بسيطه بتلاقوا دايما البيت منظم ونضيف وايدك فيه، بدل ما تسيبيه فتره طويله وتيجي تعمليه من اول وجديد تحسي ان انتي مضغوطه ومش عارفه تبداي منين، والكراكيب بتتراكم عليكي والاوساخ بتتراكم في البيت والتراب بيزيد، تبقي محتاره ومش عارفه تبداي منين. فانت لو كل يوم عملتي حاجه وتفضلي ايدك فيه ومنظمه الدنيا وعارفه كل حاجه فين، تعملي لكل حاجه بيت، كل حاجه ليها مكان. يعني لما تلاقي الشاحن بره مثلا في حته تاخديه، الشاحن ده مكانه في درج معين، الكتاب ده مكانه في حته معينه كده، هتحافظي على نظافه بيتك وفي نفس الوقت حاولي تعودي افراد اسرتك على النظام. يعني مش هنتفرج على التلفزيون النهارده غير لما تروقوا اوضتكم، مش هنخرج النهارده غير لما ترجعوا كل حاجه مكانها، كده هم هيتعودوا. بجد التعليم من هم صغيرين بيفرق جدا جدا والله العظيم. بجد احلى استثمار تعملوه في اولادكم ان انتوا تعودوهم على النظافه والترتيب من هم صغيرين، علشان لما يكبروا يبقوا متعودين. مش هتبداوا بقى تعانوا معاهم، ولا انتم مش بتنظفوا البيت وتفضلوا ترتبوا وتنظفوا ورا اطفالكم وهم كبار. بجد الموضوع ساعتها بيبقى صعب، خلاص هم كبروا وتعودوا ان هم مش بيعملوا حاجه في البيت ومش بيساعدوكي وعارفين ان انت بتنضفي وراهم، فانت اللي هتتعبي. فلا، من وهم صغيرين ابدأي عوديهم يعملوا مهمات صغيره. الطفل من اول سنه او سنه ونص بيبقى هو عايز يعمل معاكي حاجات وبيشوفك بتعملي ايه. يعني انا افتكر بنتي وهي سنه ما شاء الله عليها، كانت فجاه يعني هي على طول بتشوفني وانا بنضف وبرتب في البيت، فجاه لقيتها فاتحه جزامه وماسكه الفوطه صغيره وبتمسح ارفف الجزامه لوحدها. يعني كل اللي يشوف الفيديو ده بجد يقعد يضحك، ومنظرها زي السكر. هي دلوقتي ما شاء الله اتعودت تطلع اللعب تلعب بيها، اقول لها يلا خلصتي لميهم ورجعيهم مكانهم. لو شافت المفرش مش معدول من نفسها بتعدله، لو في حاجه مش في مكانها، في حاجات كده انا بحطها ليها اماكن معينه، لو في حاجه مش في مكانها بتاخدها، هي عارفه مكان الحاجه دي فين، بتاخد الشاحن بتاعي من نفسها تحطه في الدرج المخصص ليه. فهي اتعودت، حتى هدومها عارفه كل حاجه فين. لما تيجي دلوقتي تخرج مثلا هي عارفه، بتفتح الدولاب بتقول لي هلبس ده، هلبس اخد الشنطه دي، هلبس الشوز لوحدي. دلوقتي بقت بتحب تلبس الشوز لوحدها. فبجد ده يعني انت لما تتعبي معاهم شويه في الاول، لما يكبروا هيريحوكي، وده يعني فايدة ليهم اكتر من ان هم هيكبروا يبقوا استقلاليين كده ومعتمدين على نفسهم. فدي حاجة كويسة جدا بجد. بعد ما خلصت الغرف الحمد لله ورتبت الصالة، دخلت على المطبخ كده، يعني تلميعة بسيطة كده من على الوش، وغسلت المواعين مكان الفطار، ودخلت كمان على البلكونة قبل ما انشر لازم امسحها، لان هي بتبقى متبهدلة تراب لازم كل يوم تتعمل. فخلصت الحمد لله اللي ورايا وخدت بريك كده، شربت حاجة سخنة وقعدت مع نفسي شوية، وبعدين بقى كان ميعاد ان انا اروح اجيب بنتي من الحضانة. جبتها ورجعت خدت الشاور بتاعها، اكلت حاجة خفيفة وابتدت تنام. الروتين اللي هي ماشية عليه، يعني انا ماشياها على روتين ونظام معين كده في اوقات الحضانة بجد. هو ده النظام اللي هي ماشيه عليه. في الوقت اللي هي بتكون فيه نايمه انا يا بجهز الغدا يا اما بقعد شويه مع نفسي، لو مش هعمل غدا النهارده اخلص حاجه ورايا او كده. الحمد لله ان النهارده كان يوم خفيف ورايق كده من اوله لاخره، الحمد لله يا رب ربنا يديمها نعمه. فكنا جايبين اكل جاهز كده مره، وبعدين خلصنا الغدا، خلصت المواعين، قعدت اشرب بقى الشاي بتاعي وقعدنا نلعب شويه، ويومنا الحمد لله عدى بسلام. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ودايما نقول الحمد لله على نعمه اليوم العادي اللي مر وعدى بسلام.